راجل خسر المراه وجهها في مشروع بالقصيري، فاش تسمعوا الحكم اللي حكموا عليه غادي تصدموا. لكن الله يا وطني اش ما غير عاد واحد المراه سميتها خديجه، في عمرها 27 عام وعندها جوج وليدات، كتخدم شيخه. واحد النهار واحد الكوامانجي غيعيط لها هي وصاحبتها تخدم في واحد العرس، وهذاك العرس جا في واحد الفيرما غابره. خديجه وصاحبتها مشاو نهار قبل باش يعرفوا البلاصه فين جات، باش نهار العرس ما يجيوش معطلات. المهم فاش غادي يمشيو غادي يلقاو الكوامانجي والعساس ديال ديك الفيرما كيشربوا. المهم خديجه تنكرات، قالت يمشيو يسكروا يتعداو علينا، قالت لصاحبتها يلاه نمشيو وحتى يقرب العرس ونرجعوا ندخلوا نيشان. المهم العساس بدا تيحلف لها والله لا مشات، هو يهز يدو وصرفقها. خديجه بدات تتغوت وتبكي ويك ويك عباد الله، بدات تجرب صاحبتها تقول لها يلاه نمشيو. سيد مع سكران هو يدور له الشراب، يهز واحد القرعه غادي يرسها على جوج وغادي يحنك لها وجهها. الي روتو 88 غرزه. خديجه غادي طير عند الكوميساريه غادي تشكي به، مع انه كاين شهود تما كلشي تابد ضده. المحكمه ديال مشرع بن القصيري البارح خرجت الحكم. المغاربه وخديجه تصدموا، يعطيو للعساس غير شهرين د الحبس و300 درهم غرامه ماليه. خديجه فاش سمعت الخبر كانت حدا المحكمه غادي تسخف وبدات تتمرمد. فين هو القانون 507 ولا كيطبق غير على الفقراء؟ دابا مازال الاستئناف. انا عول عليكم باش ترفعوا هذه القضيه راي عام باش خديجه تاخذ حقها.